وبالتالي كان من لطف الله تعالى أن يسر لنا هذه الموضوعات اللغوية. تجري مجرى النفس، نتنفس الهواء طلقا نقيا باردا يجري في الرئات فينظف الدم ويخرج متلوثا سخنا حبسه دقائق معدودة يقتل الجسم. يرجع هذا الهواء مع القصبة البيضاء حتى إذا وصل إلى ملتقى الفم والأنف صعد منه جزء هو النفس، وجرى منه جزء مع الفم هو الصوت، فبواسطة ضغط هذا الصوت بين قارع ومقروع تتولد الحروف، ومن الحروف تتولد الكلمات. فنضغط مثلا الهواء في أقصى الحلق ضغطا قويا نسبيا فتأتي الهمزة، وضغطا ضعيفا فيه هتة وهمس فتأتي الهاء، ونضغط عليه في وسط الحلق ضغطا قويا نسبيا فتأتي العين، وضغطا ضعيفا فتأتي الحاء، ولولا بحتهم في الحاء لكانت عينا، ونضغط عليه في أدنى الحلق إلى الفم ضغطا قويا نسبيا فتأتي الغين، وضغطا ضعيفا فتأتي الخاء. ولذلك الخاء هي أضعف حروف الاستعلاء، سكونها بين الكسر والراء المفتوحة لا يمنع من الترقيق. ابن بري يقول: إلا إذا سكن الاستعلاء بينهما إلا سكن الخاء. ثم نتقدم مع الهواء نضغطه في أقصى الفم وأدناه إلى الحلق حيث عكدة اللسان ضغطا قويا فيه استعلاء وشدة فتأتي القاف، نضغطه أمام ذلك قليلا بالضعف وهمس فتأتي الكاف، نضغطه في شجر الفم حيث انفرج اللحيان ضغطا قويا نسبيا فتأتي الجيم، وضغطا معتدلا فتأتي الياء، وضغطا ضعيفا فيه تفشي وعدم حصر للهواء فتأتي الشين. ونضغطه في من حافة اللسان ومالها من الأضراس مستطيلا إلى أصول الثنايا العليا فتأتي الضاد، ونضغطه في الحافتين ضغطا قويا داخلا قليلا إلى ظهر اللسان فتأتي الراء، وضغطا متوسطا فتأتي اللام، وضغطا ضعيفا فيه نعومة ورخامة في الصوت فتأتي النون. ونضغطه بطرف اللسان وطرف الغار ضغطا قويا فتأتي الطاء، وضغطا متوسطا فتأتي الدال، وضغطا ضعيفا فتأتي التاء. ونضغطه بين أسلة اللسان وأطراف الثنايا العليا ضغطا قويا فتأتي الصاد، وضغطا متوسطا فتأتي الزاي، وضغطا ضعيفا فتأتي السين. ونضغطه بين طرف اللسان وطرف الثنايا العليا ضغطا قويا نسبيا فتأتي الضاء، وضغطا متوسطا فتأتي الذال، وضغطا ضعيفا فتأتي الثاء. وينتهي دور اللسان فنضغط الهواء بين باطن الشفتة السفلى وأطراف الثنايا العليا فتأتي الفاء. وينتهي دور الفم ويخلص الموضوع إلى الشفتين فنضغط الهواء بين الشفتين ضغطا قويا فتأتي الباء، وضغطا متوسطا فتأتي الواو بدون انطباق للشفتين، وضغطا ضعيفا رخيما فتأتي الميم. فمن هذه الأحرف تتألف الكلمات، ومن الكلمات تتألف الكلام.